صرنا كم يوم بالبيت والشغل بالغرفة ما عم يخلص، فكان ضروري انه نطلع اليوم برا البيت. قلت لحالي ما لنا غير نروح على المكان المعتاد. لبست اوتفيت اليوم اللي مجعلك وبوشي على المحل. كل يوم بلاقي حالي رايح بطريق جديد وبضيع حالي فيه. المهم بالنهاية وصلنا بأمان. رحت على قسم اللوحات، قلت بركي منلاقي لنا شي لوحة لركن القهوة، بس للأسف ما كان في أي شي حلو. بعدين لمحت هالطاولات شي مرتب على الأخير ونويت اخذ وحدة. قربت لشوف شو وضعها وطلعت بتخلج كتير ومو ثابتة ابدا على الارض. من غير شي كل يوم عنا بتنكسر كاسة. بعدها رحت على قسم الالكترونيات وشفت شريط ليد. اجتني فكرة انه حط واحد ورا المكتب، بما انه بالليل الاضاءة خفيفة، فهي اول شغلة بناخدها اليوم. بعدها من كتر ما عم تنقوا علي قلت خلص لجيب احلى ماوس باد. قعدت شوف في موديلات، بس مثل مو شايفين يا حجمهم صغير يا موديلهم بيضحك. رحت لشوف وصلات كهرباء يكون فيها شكات يو اس بي لاحسن اوصل شريط الليد اللي حطيته جنب التخت. لقيت هي منيحة، بس مشكلتها انه سميكة وما راح احسن الزق التخت على الحيط. وقبل ما استسلم لمحت هالوصلة وشكلها هي المطلوبة يا معلم. كابل طوله مترين وإلها شكات يو اس بي وكل شي، فكمان اخذناها. رحت لشوف ليف لانه اللي عندي عم تترجاني انه ارحمها. لقيت هي شكلها ظريفة فاخذتها. اخذت كم شغلة للاكل ورحت على الحساب. وعلى طريقي مريت اخذ خبز بما انه صارت. وبهالطريقة بيكون ورطنا حالنا بشالة اغراض اكسترا بهالجو الحلو. فيكن تقولوا حرقنا حريرات كل شي حناكله اليوم بهالطلعة. من فوتي على البيت حطيت الغراض وبوشي على الحمام. بعد رجعت للغراض حطيت الخبزات بالثلاجة وباقي الشغلات بمكانهم. وهون بقى خطر لي نساوي اندومي. سويت مسحة للفرن على السريع، حطيت مي على النار وبلشت جهز الخلطة. بالعادة بحط كل شي ما عدا الحد، وبعدين بكسر النودلز نصين لانه ما بحبها طويلة. متى ما حلت رأسا بشيلها وبصفيها من المي على الاخير. وهلا بس بيبقى تتخلط منيح وهيك بيكون صارت على الاصلي. بعدها جبت باقي الغراض وقلت خلينا نشتغل بالغرفة كمان شوي. اول شي قلت لنحط الوصلة الجديدة ونوصل الليد عليها، بس المشكلة طلع كابل الليد قصير وما حيوصل. تذكرت هالإضاءة اللي جبناها من السوق المستعمل من فترة، كنت نسيانة كلها على بعضها، فقلت يلا منعلقها اليوم كمان. اول شي قربت الطاولة لأحسن ابدأ بشريط الليد، لك على اساس زبطنا الكابلات قبل فترة، بس كل اللزقات فلتت من الحرارة وبلشت الزق فيه هيك لوصلنا للأخير وقصيت الزيادة. وهلا اجى وقت الشي الحلو والصعب. عنا كل هالقطع بدنا نساوي شكل منهم وبعدين نلزقهم على الحيط. وعلى حظي من اول محاولة طلع شكل عجبني. وهون بقى بلشت الشغلة الصعبة، انه قرر وين ثبتها، ان كان فوق ولا تحت، وانه ما تكون مايلة من شي طرف. فناديت له لاخي ليمسكها لاحسن شوف عن بعيد. وبالاخير قررت خليها قريبة على الشاشة، بس مو كتير اذا حبيت جيب منهم كمان وضيف عليها. ثبتها منيح ووصلتها. طفيت كل الاضوية وشغلت بس الليدات، والمنظر صار مو طبيعي. كل ما له السيت اب عم يصير احلى واحلى. لسه بقيان كتير شغلات حلوة نضيفها، فما تنسى الفولو لانه الجاي لسه احلى بكتير.